عم ببيع، انا جاي من بلجيكا، فعم بحاول اعيش يومين كاملات ببلاش بستوكهولم. اوكي. فعم بحاول ابيع عصاير. اول شيء كان معي 5 سنت وحولت ال 5 سنت قصه طويله. فحاليا وصلنا للعصاير. معي عصير ب 15 كرون. مهتمين بالموضوع؟ تاخذ مني عصير او عصيرين. اوكي بس كيف بدنا ندفع لك بالكارت؟ فيك سويش وفيك كاش. قولي له سويس. اثنين اعطينا اثنين ب 30 كرون. اوكي. واخيرا هو 30 كرون، بس رح نستمر، رح نشوف. بالاخير العرب موجودين لحتى ينقذوني دائما. السويديين ما عم بيرضوا، العرب عم بيرضوا يشتروا مني. I'm trying. I'm making some challenge for myself. So I don't know if you are interested about that. Okay, so thank you. Goodbye. Exactly. So do you mind if you buy two from me? 15 kron. Yeah, thank you. So it's one and it's two. واخيرا. So we have 2, 4, 6, 8, 10 and here 20. Up. Here we are. Thank you. كريم سويش. سوري. خلصت الستة هنيني. ضل معي وحدة راح اشربها، يعني انا بعد بس 5 كان لازم ابيع الستة كلياتهم، بس لكن زاد معي وحدة راح اشربها لاني حرفيا انشقت روحي. ومن بعدها نشوف شو راح حرفيا خالص. انا متت راح اشرب هذا العصير لاني عن جد ما قدرت استحمل. دقيقة ما بعرف شلون رح افتحه بايد وحدة، بس خالص يا واخيرا حرفيا واخيرا. دقيقة خلوني اقعد. دقيقة رح اقعد هون. فوالا. اوبس اخ تليفوني. فوالا ثبتت. رح نحط العصير. صحيح التليفون مايل بس معلش. يلا نظبط التليفون. هي اول عصير بشربه من صبح لهلا، حرفيا من صبح لهلا هي اول شغله بشربها. شوفوا الطاس، الاطلاله رهيبه، المنظر رهيب، الشكل رهيب، كله رهيب، والعصير معي ببلاش. زاد معي 45. لا قديش بدي احسب المصاري؟ رح بحط لكم تحت على اليمين شد بزيد معي مصاري وشو عم بيصير على الضبط. خلونا نشوف شو هي الحركه اللي بعدها. تشاو. تقريبا نص السويد صارت فاضيه وانا ما قدرت اطلع غير 7 يورو ونص لحد الان، وكثير متجوع. وراح اشتري كرواسون، راح اشتري مشروب اشرب فيه بحيث اقدر اكمل اليوم تبعي. فالكرواسونات مثل ما انتم شايفين الثلاث كرواسونات ب 30 كرون، فراح اشتري 3 كرواسونات وراح اشتري مشروب ونشوف شو رح نقدر نعمل وقتها. ما بعرف شو هي. 3 كرواسونات ومع هذا المشروب لحتى نكمل اليوم طبعا. راح افرجيكم قديش الحساب شوي. See where we should put it? Over here? Ja. Jajamän, hela vägen ner i grottan, så långt ner det kommer. Thank you. Goodbye. You too. طلعت الفاتورة 41 كرون، كان معي كاش تقريبا لنقول 36 كرون. دفعت ال 36 كرون كلياتها، والخمسة كرون الثانية دفعتها بالكارت. بهي الطريقة قدرت ادفع 41. انا كان معي 82 زاد معي 42 زاد معي 41. anyway انتوا رح تشوفوا هلا على الشاشة على اليمين، يمكن انا اكون عم بخربط بالارقام او بعد تقريبا شيء ما بعرف كم ساعة، ما عدت اعد الساعات. جتني فكره مشان ادبر فيها مصاري، ادخل على المطاعم السوريه واسالهم اذا بشغلوني عندهم ايش من كان، جلي، تنظيف، حوسه، اي من كان. في مطعم هون اسمه ميدان، مطعم كثير مشهور، فراح نشوف اذا راح يرضى يدخلني عنده ولا لا. خليكم معي. مرحبا، يعطيكم العافيه. انا بس عم صور اذا ما عندك مانع. عم صور، انت المسؤول، فيني احكي مع حدا مسؤول تحت؟ طيب شكرا. انه انا لازم اعيش يوم كامل في ستوكهولم. تحكي مع الخيف. طب بقدر اشوف الخيف؟
ابدا. طيب اوكي شكرا يعطيك العافيه. يسلم هديات. شكرا والله شكرا كثير يعطيك الف عافيه. بون malheureusement الشيف اللي بالا عم بيقول انه الشيف هو مو هون فما بيقدر يعطيني اي معلومه. ضيعت تقريبا 35 دقيقه مشي. شو بكون تاني مخشي. ضيعت تقريبا 35 دقيقه مشي وانا قاعد عم بمشي لحتى قدرت اوصل لهذا المطعم وبالاخير الشيف طلع هون. مشتاق انتحر. في مطعم تاني رح اجرب. رح ضل عم اجرب. في مطعم تاني هون قدامي رح احاول ادخل لعنده واساله على ما اتوقع يرضوا. فسؤالي لكم اذا بتحبوا اذا في عندك جلي او في عندك اي شغل بتحب تشغلني اياه فانا مستعد على شغله بالمقابل اللي انت بتحبه وبنفس الوقت عم بصور فاذا هذا الشيء بينعاد لك. والله يا معلم المعلم ما هون اوكي ما فيها خير. اوكي تمام. يسلم هديات. يعطيكم العافيه. مع الاسف كمان ما وافق فبتوقع الحل الاخير انه ابلش اشحد. ما بعرف شو راح اعمل. خلوني اشوف شو راح اعمل وبخبركم اول باول. صارت الساعه 8 لقيت طياره بكره الساعه 6 الصبح. راح اشوف كيف راح احجزها وراح اشوف اذا راح قادر امن المصاري لا. اذا ما قدرت امن المصاري فانا مضطر لبلجيكا لحتى شخص اخوي او حدا من عائلتي يقدر يحجز لي التيكت وارجع فيه. فلسه معي ساعتين. معي تقريبا 4-5 ساعات. خلوني اشوف شو راح يطلع بايدي وراح اخبركم اول باول. يب يس هي النهاية. أنا حاليا بنهاية الفيديو. ما قدرت أكمل مصاري. ما قدرت أدبر مصاري أكتر. شفتوا مثل ما شفتوا وصلت لمبلغ اللي هو قدره 81 كرون 82 كرون. لازم كان اجمع مصاري اكثر. كان لازم اشتغل اكثر بس ولكن حاولت بقدر المستطاع. مثل ما شفتوا دخلت على المطاعم وسالتهم ما رضوا. صار في شويه اخطاء. هي اول تجربه انا بعملها. كان في اخطاء صغيره عرفت شو هي. راح احاول اصلحها بالمستقبل. فالنهايه تبعيتي صفت انه انا اليوم راح انام في المطار. حرفيا راح انام في المطار. انا هلا في المطار. راح يكون تختي هي. راح انام الليله هون. بحيث لاني ما زاد معي مصاري. انا ما معي ولا شيء. معي 41 كرون ما يعادل 4 يورو 10 سنت. فدقيت لاخوي وقدرت اخذ منه تقريبا 11 يورو لاني سعر التيكت الطياره لارجع بلجيكا 15 يورو. فاخوي الكبير حجز لي تيكت الطياره وهي 4 يورو 10 سنت بعت له اياها. بهي الطريقه بكون دفعت جزء صغير من حق رجعتي. بس ولكن ما راح اطلب منه حق الأوتيل. فقلت خلص انا بما انه فشلت بهي التجربه بس ما راح اعمله فشل كامل فراح انام في المطار. طيارتي بعد 7-8 ساعات. هلا الساعه 12 وربع وطيارتي الساعه 7 الصبح او 8 الصبح. فانا مجبور اضل في المطار للساعه 7 الصبح او من بعدها راح اكمل على بلجيكا. انا ما بسمي حالي فشلت بالعكس كانت تجربه كتير حلوه. ما بعرف اذا راسي مبين ما بعرف. راح انام هيك خلص هيك. وين كنا؟ فما بعرف اذا كان يعني انا ما بعتبر حالي فشلت. بعتبر انه كانت تجربه حلوه. اجري كانت متعبه جدا. انا مشيت تقريبا 27 كيلومتر اليوم. حرفيا مشيت 27 كيلومتر. على كل انا بدي منكم طلبين هلا مشان اقدر انهي هذا الفيديو. الطلب الاول بدي اياكم تكتبوا لي افكار واقتراحات انه انا كيف بامكاني احول المصاري لطرق اخرى. والطلب الثاني بدي اياكم تكتبوا لي شو هي الوجهه الثانيه اللي رح اسافر عليها. ولا تنسوا انا الهدف تبعي انه انا رح اسافر جميع دول العالم بهذا الاسلوب. استنوني بالفيديوهات الجاي. عم بستنى منكم تكتبوا لي اي وجهه بدي اسافر عليها. نلتقي بالفيديوهات الجاي وسلام. رح انام هون.